السلام عليكم. الطون او التونة، الطون هذا الموسم نتاعو نستغلوه. يلا مرحبا بكم في قناة نهيلة للمبتدئات. ألذ الأطباق تتبدا في بساطتها. ما تنسوش الاشتراك واللايك والتعليق. مرحبا بكم. ألذ أكلة وأبسط أكلة وأسهل أكلة، وبهذه الطريقة تقدري تحتفظي به في كونسيرف، يعني تكونسيرفيه بهاد لاصوص طوماط، تستغليه في الساندويتشات الصيف البحر. اولا نعتذر منكم ونعتذر على هذا الانقطاع اللي ما كانش، يعني الامر بيديا كان لظروف صحيه، وان شاء الله غنبداو مع بعض ونبداو فيديوهات. وحبيت نشارك معاكم هاد الاكله لانه من ألذ الأكل تاع الطون، يعني الوصفات نتاع الطون. وتقدري بهاد لاصوص تحتفظي به في البلارات، يعني العام كامل تحتفظي به، وتقدري تقدميه كيما هكا مشرمل ولا ألذ. تسخني الزيت وترمي القطع نتاع الطون يتقلاو، يعني ياخذوا وقتهم في القليه. حتى يديروا لاكخوت هذيك الحمراء حتى يتحمر، تقليه مزيان وتخليه تقلبيه على الجوايه نتاعو كاملين. وطراف يعني مقدرين، ماشي كبار ماشي صغار. وتحضري الطماطم تطرحيها هي والثوم، تطرحيهم مليح باش يجي لاصوص هذيك تجي عاقده وتجي رطبه، ما فيهاش تخرطه، ما فيهاش. تقدري تعمريه في البلاره وتعقميه وتحطيه العام كله. تديري الملح وتديري الفلفل الاحمر الحار للمحبين تاع الحار. الا ما عندك ما تبغيش الحار ديري الحلو، ومعلقه تاع الطماطم المصبره. ما عنديش ورق رند وزعتره انايا ما حاضرينيش، ولكن ضروري هاد الاكله هذه تجي فيها الزعتره والرند، يعني ورق الغار. تحمريها على الجوايه كامل وياخذ احمر مليح مليح حتى يتحمر. وعاد تضيفي عليه الطماطم هذيك اللي رحيناها وزدناها، وتخليه يتكتك فيها وتخليه يطيب. تزيدي واحد شويه نتاع الماء، يعني واحد نص كاس تاع الماء باش ياخذ حقه في الطياب، وتخليه على راحته حتى يوقف على اليدام ديالو، حتى يوقف في الزيت نتاعو. غتشوفوا كيفاش ولات يعني الاكله في الاخير ولا اروع. تتخليه ياخذ حقه في الطياب. وبهاد لاصوص هذه تقدري تحتفظي به، لان تحتاجيه في الصيف الدراري، تحتاجي لي ساندويتش، تحتاجي لي سالاد بلا صوص طوماط. تقدري تحتفظي به غير بالزيت بوحدو هكا تيجي ولا اروع. تحتفظي به العام كامل ما تخافيش منه. اكله خفيفه ظريفه. الطون مشرمل. وكانت هذه هي النتيجه. وحاجه يعني مهمه هي الكمون انا ما تنديروش في الاول ديال الطبخه، لانه تيطلق المروريه وتيفقد النكهه ديالو. وتنديرو في الاخير في اي اكله تحتاج الكمون، تنديرو هو في الاخير. خلاص ملي نساليت دابا عاد غنديرو من الفوق، وعاد غادي نستمتع بالنكهه تاعو وبالفايده تاعو. وبصحتكم وراحتكم، وجربوها ورجعوا لي الخبر. واسفه كثير على الانقطاع، وان شاء الله نتمنى بهذا الفيديو هذا ولو انه بريكول خفيف، ولكن ان شاء الله العوده ونكون معكم ان شاء الله وتشجيعكم. وشكرا.